ما هو مصير الهواتف ايفون، سامسونج، الشركات العالمية الكبرى؟ هل نقول لها وداعا؟ ما مصير شركات الاتصالات في دول العالم وبيع باقات النت والواي فاي وخلافه بعد أن لوح ايلون ماسك بقنبلته الجديدة؟ قنبلة في خطوة غير مسبوقة. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن إطلاق هاتف تسلا موديل بي آي، واحد من أحدث ابتكارات الشركة في مجال التكنولوجيا. إيه اللي هيعمله ايلون ماسك يفرح الشعوب ويفرح المواطنين ويزعل ناس كتير قوي؟ يزعل الشركات ويزعل ايفون ويزعل سامسونج، وقد يقضي عليهم بما يفعله. ايلون ماسك قرر يعمل تليفون بنظام جديد اسمه تسلا، نفس اسم الشركه بتاعته بتاع العربيات. تليفون تسلا اللي هينزل اول السنه هيكون بكام؟ $300، يعني ما يقارب 15,000 جنيه مصري. ده ارخص من اي تليفون بتشتريه. طيب هيديك ايه؟ ايه اللي هيديهولك؟ واحد، هيوفر اتصال عالمي بالانترنت، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. بيشحن نفسه باشعه الشمس، مش محتاج تشحنه. الاتصال بالانترنت بالاقمار الصناعيه مزود باتصال واي فاي وتقنيه جي 5، يعني تسافر اي مكان في العالم مش محتاج تكلم الشركه بتاعتك وتقول له اديني باقه والباقه بكام والنت هناك. يا باشا انت معاك تليفونك، انت في اي لحظه انت متصل بالواي فاي ببلاش.